مستمعينا جانا معكم باش نستكملوا الفقرات ديالنا، وانضم لنا الان للاستديو الفنان الكوميدي أنس عدول. الحمد لله. صباح النور أنس. صباح الخير. الحمد لله بديت بالضحك الحمد لله. لا وانا كنا بنتكلم قبل ما ندخل على اللايف وهو بيعمل حركه بتضحكني في الكلام اللي احنا يعني ما عندكش شهود دابا ياك؟ ما عندكش شهود، احنا في الراديو دابا. ايوه احنا في الراديو لايف دابا. الحمد لله الناس هيك يسمعونا الحمد لله حاليا. بعدين يشوفونا ان شاء الله. اولا انا فرحان حيتاش مع اعلاميه متميزه. شكرا جزيلا. وكاين واحد الميلونج كاين ما بين المصريه والمغربيه، وهذا بحد ذاته كيخلق شو مزيان. تبارك الله عليك. شكرا ليك انس على كلامك، بس السماعه دخل على عينك ممكن ترجعها لودنك. هو دلوقتي هيظبط السماعه تمام. انس عدول، كلنا فرح ان انت متواجد معنا اليوم في هذا الصباح الجميل. قول لنا يا انس، انت طبعا بداياتك كانت في ستاند اب كوميدي. كلمنا عن بداياتك في عالم الكوميديا والاستمراريه ديالك. بالنسبه للبدايات كانت بدايه فيها تجربه ديال الثنائي. بديت اصلا تجربه ديال الثنائي ما كنتش بوحدي. واحد 8 سنين وقيله. وحنا كنشتغلوا على خشبه المسرح، يعني كنعملوا سكتشات، يعني كنعملوا غير ضحك وصافي، يعني بدون درايه هدف، بدون درايه، يعني بدون دراسه، بدون اوكي. كتعمل الضحك يعني اطلع على راسي يعني موهبه، دمك خفيف تضحك، معتمد بالضبط على الموهبه صافي. ومن بعد انفصلت انا والثنائي اللي كنت معه. كنت ديجا مع واحد ثنائي، واحد ضيف. لا انتم كنتم ثنائي، هو واحد الشخص انتم كنتم ثنائي انتم الاثنين. الحمد لله الحمد لله وقعوا اخطاء قبل الحلقه الحمد لله يا ربي. طبعا جلال الشاعر طبعا كان داز معانا، احنا كنوجه له تحيه. بس انتوا ليه انفصلتوا طيب؟ مساله ديال احنا دابا هذا جينا الصباح نضرب بصراحه، يعني فهمتيني طبعا ايوه مساله ديال اختيارات فنيه، اختيارات في الأذواق. لا ماشي الاذواق. مساله ديال في الخدمه ملي كنمشيو للخدمه، يعني باش نخدموا واحد البرودوي للناس خص يكون عندي دراسه ودرايه، يعني وتكون كتابه. ما نعتمدوش على الموهبه، لان الارتجال في خشبه المسرح ممكن يؤدي بك لواحد اخطاء كارثيه الا ما كنتش انت يعني ضابط الحوار ديالك ولا ضابط السكتش ديالك. ويكونوا ديغاغ عندهم افكار، يعني عندهم ابعاد. يعني انا ديغاغ دي يعني الافي الافي يعني اصلي بسمعها ديغاغ بقول ايه ديغاغ دي ليغاغ زعما المصطلح هو الافي يعني المعروف يعني في المغرب. انتم عندكم افي ياك؟ لا ايوه ده بعد وضحت الامور. ايوه مزيان. كاين شي سؤال اخر؟ لا تفضل مزيان. تمام. كنت تشرب شي حاجه بعدا على حسب لا شكرا تفضل. مساله ديال الاختيارات، مساله ديال مثلا انا باغي نعمل واحد الحاجه، باغي نعملها عن دراسه، يعني نسهر نكتب نوجد، يعني بروجي بخدم عليه، يعني بروجي، يعني من نطلع نقدم الناس واحد برودوي صافي. كتعرف كل واحد وحياته، كل واحد وطريقه العيش ديالو. كاين في الساعه اللي تبغي تكتب تينا هو يكون ما عندوش كانه مثلا، ما باغيش يكتب. هاد المشاكل بحال هذا كيوقعوا كيأديو طبعا بالاخر. طب وانت بالنسبه لك في الخدمه على خشبه المسرح كترتاح ملي كتكون بوحدك ولا مع ثنائي؟ بغض النظر عن واش انت يعني دابا انت بتحكي تجربتك ان هي ما كانتش موفقه، ولكن اذا كانت موفقه فرحتك بتلاقيها اكثر مع ثنائي او لوحدك؟ لا انا كثنائي كنت كنلقى راسي بوحدي، يعني على خشبه المسرح. انا نقول لك لان كانت واحد المسؤوليه كبيره كامله محطوطه عليا انا، فهمتيني؟ يعني الثنائي اللي معايا انا كان معايا، يعني بحال نقولوا واحد التجربه ديالك يعني بحال كي ما عرفتش بيفرش لك. طب وانتوا ايه تعرفتوا فين؟ كيفاش باش رجعتوا ثنائي؟ احنا اصحاب ديجا، كنا اصحاب قرينا مع بعضياتنا. عملنا واحد تجربه خفيفه شويه في المسرح، يعني ماشي كدراسه، على خشبه المسرح. وقررنا على ان كان واحد الانسجام بيناتنا في واحد المسرحيه في واحد الوقت، وديك الانسجام انتج عليه واحد التجربه ديال ثنائي. اوكي. وشاركتوا مع بعض في الستاند اب؟ في ستاند اب كانت تجربه الحمد لله فاشله. ليه فاشله؟ هذيك الحمد لله هي كل شيء دعم. لا صراحه، لان انا قلت لك شوف، ما يصح الا الصحيح ياك. ملي غتدخل لواحد الدومين خاصك تكون دارسو، يعني تمشي وتعطي من الوقت ديالك وتكتب وتسهر. الا جات مثلا نعطيك مثلا اعلاميه،
كتعمل واحد الاعداد للحلقه، ماشي جيتي ديريكت من الدار هنايا، طبعا واحد البريباراسيون هذه ضروري. هذاك كذلك الفن دابا هادشي اللي كنعملو حنايا، الا ما كانش عنده بريباراسيون راه ما كاين والو. وهذا الشيء كينعكس ايضا على الاعمال اللي بنشوفوها، لانه المشاهد ما رجعش او المتلقي ما رجعش يعني يعني هو ذكي، عارف شنو هو الحاجه اللي واجده ومخدومه مضبوط، وايه الحاجه اللي طبعا مكروته يعني غير زيد. برافو. المتلقي حاليا وخصوصا في السنوات الاخيره ولا المتلقي المغربي كي لاحظ حتى الكتابه، كيدخل في التعاليق، كنشوف التعاليق انا كيلاحظوا على الكتابه مزيانه، بحال التجربه ديال صلاح وفاتي هذا العام. كل الناس صراحه شاهدوا ليها سواء من الجمهور او النقاد، طبعا اشادوا بهذه التجربه ديال صلاح وفاتي ان هي كانت مكتوبه مزيان، كانت خاليه كتابه الحمد لله غنيه عن التعريف. كان وكان عندك مشاركه انت ايضا في صلاح وفاتي. طبعا مشاركه في الحلقه 28 بالضبط باش نقولها للجمهور. خلاص ارجعوا اتفرجوا عليها في اليوتيوب يا جماعه زي كده ياك. مشاركه الحمد لله كانت دازت مزيانه الحمد لله بخير، واستفدت منها بزاف الحاجات بحكم يعني البلاطو والتصوير يعني تجربه جديده طبعا، واكيد بزاف. يعني مع فريق العمل في التلفاز هيكون غير على طبعاً. المسرح، غير على الشو اللي بتقدموه، اكيد طبعا بتكون تجربه. نرجع للثنائي باش اسالك شكون اللي قرر الانفصال؟ هو ما جاش قرار هو يعني الوضعيه اللي قررت، يعني الوضعيه المتاحه اللي كانت في ديك الساعه قررت. يعني مثلا انا باغي واحد الحاجه، باغي نمشي نعمل واحد الحاجه بالقوانين ديالها وهذه، وكاين واحد اخر باغي يعملها ماشي خليها على الله، عرفتي ديك خليها على الله على الله، انا ماشي فيها كده على الله، كل شيء على الله فهمت. ولكن ضروري شويه نكتبوا، ضروري نجلسوا، ضروري نسهروا، ضروري. انا كانت عندي هذه الطريقه هذه، وواحد اخر تا هو ما كانش عنده الطريقه دي، فلهذا ما غيكونش تفاهم يعني فهمتيني. تمام. وانتم الان بعد الانفصال ما زلتم اصدقاء وعلى تواصل ولا؟ طبعا يعني التواصل العادي يعني لا بأس بخير الحمد لله صافي. يعني لما بيكون هناك أعمال أخرى، هو عمل ونجح، أنت عملت عمل، يعني بتهنوا بعض وبتتواصلوا مع بعض ولا إيه؟ كنتواصلوا طبعا في المناسبات، في الأعياد، في يعني المراسم يعني فهمتيني. كنعملوا واحد المراسم ديال عواش مبروكه. المهم الود ما ينقطعش، لانكم في يوم من الايام كنتوا بتضحكوا الناس مع بعض طبعا. حتى لو انفصلتوا، فما تنسوش انكم انتوا كنتوا فريق مع بعض، وكل واحد عنده الوجهه ديالو، ولكن في النهايه بجوج بيكم يعني كل واحد عنده اللمسه الخاصه ديالو. طبعا الشيء لما كان شي جا انفصال على حسب الوضعيه، كان يقدر يكون من بعد ممكن يكون انفصال مثلا حتى الهضره ما تبقاش. فهمتيني. اللهم هيدا احسن انفصال يعني ودي. انا كنخدم الخدمه ديالي بوحدي، انت كتخدم الخدمه ديالك بوحدك، وفي الاخر ملي كنتلاقاو حبايب يعني بحال نقولوا. ايوه حبايب. ما انا ما عندي حتى شي حاجه من جهتي، انا كنخدم على راسي وهو كيخدم على راسو، والامور ماشيه مزيانه الحمد لله. مزيانه ان شاء الله تكون مزيانه اكثر ان شاء الله. لا ديما مزيانه ان شاء الله. قولي بقى كيف جاتك الخدمه مع طاليس؟ الخدمه مع طاليس هي بروفيسيونيل بزاف، احترافيه بزاف. ربما بعض الناس بيقولوا انه طاليس شويه صعب وشويه بيتعصب، وش يعني هذا الكلام حقيقي؟ لا ضروره العمل، ضروره جوده العمل باش يوصل العمل للناس مزيان. يعني بيتعصب في اطار الخدمه، ويعني ماشي العصب اللي كنسمعوا احنا، العصب الحزم يعني، ولا هو جديه يعني جديه. بعد ساعات كاين الانسان كيكون ما كيستحملش جديه، كيعطيها عنوان ديال العصب. هي الجديه في الخدمه راه مزيانه ايجابيه. يعني راه فاش نطلع واحد البرودوي كيضحك الناس، راه في الكواليس راه ضروري كيكون واحد شويه الجديه، ستريس طبعا. وتنوقف مزيان وهذه يعني طاليس بحال نقول لك، طاليس ما عندوش مع الاشخاص اللي عاديين المسؤوليه. يعني انا فاش نعطيك واحد الفرصه مثلا لانك تجي خصك تكون قد بها، قد المسؤوليه، وتينا يعني جالس في واحد البلاصه كتقول ما عطاونيش فرصه وكنعاني من الاقصاء. نهار اللي غتجيك ديك الفرصه غتقسي راسك يعني. ما جاتش. ما كاينش عصبيه، كاين جديه في العمل. مزيان ماشي مزيان دابا، ماشي مزيان، برافو عليك. جديه في الحوار. ايوه انت جدي خالص. طب قولي بالنسبه لي كواليس العمل في صلاح وفاتي بالخصوص، كيفاش يعني كانت الاجواء ديال التصوير مع الفنانين ومع الناس المشاركين في العمل؟ شوف الاجواء اللي هي انا ما كتنساليش،
هي العائليه، بحال اللي كتحس براسك في وسط واحد العائله، فهمتي؟ من اصغر واحد في ليكيب تكنيك الى اكبرهم سواسيه. ما كاينش دابا هذا ارتيست وهذا مثلا كومبارس، عرفتي ديك التعامل الطبقي اللي كيوقع يعني معروف عندنا في الدومين، وهذه ما كاينش. كاين احترام تام لي زارتيست، سواء الكبير سواء الصغير. مثلا عندك جمله ماشي تقول جمله، كتعامل انت كفنان رئيسي بحال ما كاينش شي حاجه يعني مثلا في البوفيه ولا شي حاجه كتكونوا مع بعضياتكم جالسين مع بعضياتكم، ما كاينش واحد التعالي، وهذه كاين واحد الراحه نفسيه. ده ايه الراحه النفسيه اللي انت بتقولها دي؟ يعني يا ريت الناس كلها تبقى كده يعني. والله هادشي حقيقه، يعني ماشي زعما كلام من الراديو ولا شي حاجه. هادشي هذا يعني تينا الا حضرتي شي نهار في طورناج ولا شي حاجه راه غتشوفوا بعينك. وهذه قضيه كانسيستي عليها طاليس بزاف، هو ان برافو عليه. كل شيء بحال عشان كل شيء يدي كل شيء حتى لو يقول جمله يقولها وهو يعني مزيان ومرتاح وباحسن حالاته. طبعا. وفي يعني بحال نقولوا احنا ابتداء من المخرج اصغر واحد في اللوكيشن، كل شيء سواسيه. كاين الضحك، ماشي كنخدموا برودوي ديال الضحك وحنا عيانين ولا شي حاجه، لا. عشان الضحك طاقه الفرح والطاقه الايجابيه تطلع. طبعا الممثل الكوميدي كيشوف المخرج كيلقى ضحك، كيشوف مثلا البيرشمان اللي كيخدم الصوت كيلقى ضحك حتى هو. كاين واحد لومبيونس مزيانه الحمد لله. تبارك الله عليكم. طيب نرجع بقى لمشوارك الفني. مسيرتك مسيره، يلا مهم نقولوا مسيره في البدايه، يعني في الحمد لله ان شاء الله. ما انت ماشي مزيان اهو، يعني شويه بشويه انت في طريقك الصحيح. والفنان الكوميدي عشان تعرفه فعلا كوميدي لازم يبقى بيضحكك اصلا في الحياه العاديه، يبقى هو اصلا دمه خفيف. من المفروض يعني لازم دمه خفيف، يعني مش بس بيمثل ان هو بيضحك، لا هو اصلا بيضحك. حيت هو هذا الفن اللي كنعملو انا اللي هو ستاند اب كوميدي هو ستيل دو في، يعني واحد ستيل ديال الحياه. ما يمكنش تكون انتنا مثلا انسان قبيح في الحياه، قبيح مثلا مغوبه شويه وطلع تضحك الناس، راه واحد التناقض. دابا انا الا نجي نهضر على راسي انا في الحياه العامه، يعني من البقال غنمشي للبقال غنضرب معاه ساعه دماغ، انا بقى بلا فطور حنايا كنضحكوا تما انا وياه. فكرتني بواحد اخويا بس بيتكلم بلا هدف في الحياه، بقول له طب اعمل حاجه مفيده وهو بيتكلم بس. انا ما كاينش موضوع، يعني ما كاينش موضوع. كنخرج بقال كنشوف كومير ولا الخبز ولا شي حاجه كتبان نجبد عليها موضوع، الناس كيتسناو يتسخروا اطلقنا الشريف يلا اطلقنا. وانا خلوني اخلص كلام على الكوميره مالكم. هيدا الضحك في الحياه العامه. هيدا كيف ما كتشوفني دابا انا دخلت دابا جلست معاك الحمد لله. ايوه ما شاء الله عليك. بخير ستيل دو في. لما كانش فيك واحد الروح الدعابه ولا شي شويه. انا ما كنقولش تكون مهرج في الجلسات وضروري تضحك الناس لا، هو الضحك الحقيقي بلاصتو في الخشبه. بلاصتو الناس كتمشي كتقطع التيكي ولا انفيتاسيون ولا شي حاجه باش تفرج بواحد البرودوي، انت خصك تعزز وتقيم ديك البرودوي. نعم خلاص ركز معانا انت رايح فين. لا والله لا معك، والله لا معك. طيب بالنسبه ليك انت دوست بزاف ديال التجارب على خشبه المسرح امام لجنه حكم، خشبه مسرح امام الجمهور، على التلفزيون، كل هذه الاماكن قدمتي فيها كوميديا. في نظرك يعني شنو الاختلاف ما بين كل مكان عملتي فيه شو او عرض كوميدي؟ الاختلاف كاين من ناحيه ديال الببليك، من ناحيه ديال الجمهور. بيأثر الجمهور على الفنان اللي بيعمل في المسرح كوميديا؟ الجمهور خصوصا ستاند اب كوميدي لانه بيكون طبعًا لوحده. طبعا الجمهور كيأثر على الفنان اللي كيكون ما واعيش بالجمهور اصلا. انا نقول لك بحال اش نشرح لك. بحال دابا ملي كتجي تكتب سكيتش ما كتكتبوش واحد الشريحه معينه، كتكتبوا المغاربه بالعقليه ديال كامله، باش فين ما مشيتي طلعتي فوق اي خشبه كيضحكوا لان انت اصلا في الاصل ديجا مبريباري للمغاربه كامل. بحال دابا انا عندي سكيتش مثلا 100% باللهجه الطنجاويه، غنمشي نعملو مثلا في اكادير ولا في الرباط، ملي غنبقى نهضر بكلمات طنجاويه يعني طنجاويه مش هتضحكهم، لا غيوقع لك مشكل. علاش؟ لان المتلقي يبقى بالو شنو كتعني هذه الكلمه في الوقت اللي غيكون كيفكر ديك الكلمه. اللي بيحصل لي انا كنت بتفرج على ستاند اب ومعايا الزوج ديالي قاعد جنبي، انا بتفرج وهو بيكركر ضحك وانا بيضحك علي ده في ايه وهو
طب فهمني في ايه؟ في حاجه في بتضحك حاجة، طب بس شاور لي عشان ما اضحك، أعرف. فهمني. وبعدين يكون خلاص خلص الشو عاد بيفهمني، بقول له بتكون اصلا خلاص ما بيش بالضبط. هذا هو المشكل اللي قصدت انا. أيوة. فهمتيني كيبقى يترجم بنادم كلمه وبقى يفكر فيها، يكون ضاع عليك انت السكتش، او مش كلمه الافيه نفسه مش مفهوم، يعني الإفيه. يعني ايه يعني ممكن كلمه ضيع عليك الافيه. ايوه يعني المغاربه ممكن يفهموا لاجه طنجاويه عادي، ولكن كاين كلمات ما غيفهموش الا طنجاوي. ليه اتحطت في المكان ده بالضبط. ايوه غتمشي تحطها تما بحال تعقد على راسك. تمام. يعني اللهم كنقول انا حتى في السكيتشات ديالي كنحاول ما امكن نهضر بلغه مغربيه ماشي لغه محليه، باش فين ما مشيت اي مدينه كلشي فاهم، كلشي يضحك، كلشي ناشط. كلشي فاهم الحمد لله. تبارك الله عليك يا انس. يعني مشوار الكوميديا مش سهل طبعا على الفنان انه يكون كوميدي طبعا. يعني طول الوقت لازم يكون بيضحك الناس وبيضحك، وطول الوقت لازم يفكر في افكار جديده خارجه عن الصندوق. كيفاش كتحاول انك دائما يكون عندك افكار تعطيها للجمهور ديالك؟ اولا مزيان، انا عجبني هذا السؤال هذا لان اصلا كنختي نهضر في هذا الموضوع. مزيان شفتوا انا بسال اسئله حلوه. تفضل جاوب. اهدر. كوميدي الا كان كيخدم بوحدو، يعني كيخدم بوحدو على راسو ويكتب راسو يعني ويهادي، يقدر التوجه ديالو هو الشخصي ممكن انه ياثر له على سكيتش ديالو، ممكن يقول فيه اراء ديالو خاصين به، ولكن الناس ما عندهاش نفس الاراء. انا نعطيك مثال، مثلا غنجيب فكره انا كتضحكني، انا شفتها كتضحك ولكن باش عرفت واحد تاني ممكن يقول يلغي لي ولكن ضحكات غير انتينا. علاش الكوميدي دائما خصو يكون تحت واحد التاثير، عنده تاثير وكوتشينغ. داكشي اللي الحمد لله من الحاجات اللي دعات معايا الوالده يعني هي تلاقيت انا مع واحد السيد اللي سميتو سيناريست ومؤلف سميتو خالد الضيف. كنوجه له تحيه. خالد الضيف ايضا كان معنا الثنائي حسن ومحسن في احدى حلقاتنا، وايضا ذكروا انه خالد الضيف من الناس اللي بروفيسيونيل بيكتبوا لهم طبعا الكلام طبعا، وعنده يعني كل سكتشات أيوه. كل سكتشات ديالهم ديال حسن ومحسن يعني نقولوا احنا من الصناعه، لان كاين صناعه فعلا. هو ماشي، انا نقول لك اغلبيه ديال لي كوميديان حاليا بكل صراحه كيدخلوا السوشيال ميديا ياك، ولي ترول كتعرف لي ترول بحال قفشات قفشات كياخذوا افكار ويتريتوها الناس، وكمان بيقلدوا. انا شفت بزاف بيقلدوا، يعني بيجيبوا مثلا من ثقافات يعني مهم من بلاد اخرى وبيسقطوها على بيقولوها بالدارجه مثلا بيدرجوها. أيوه. بيدرجوها. خالد الضيف السيناريست هذا اللي كنوجه له تحيه كبيره، لانه يكون طبعا دابا في الاستماع، فهمتي هيكون في الاستماع دابا. هاي خالد صافا. سلام خالد، والله ما يخالف خالد. كيصنع الضحك بواحد الطريقه. انا صراحه الله كيفكرني بواحد الكاتب وسيناريست عندكم في مصر نتوما اللي هو وحيد حامد واقيلا. وحيد حامد من الناس الكاتبين يعني واحد الشخص انا الكبار. هذا المؤلف هذا كيفكرني به، يعني كيصنع فكره، كيصنع الضحك من موقف بسيط. موقف بسيط كيبان لي مثلا انا موجد سكتش، هادشي اللي كيوقع لي معاه. انا كنوجد سكتش مثلا، هو راه ماشي غيجيو يفصل عليك السكتش، لا انت الا كانت عندك رغبه انك تكتب وتوجد، كتكتب وتوجد، هو كيجي كيبريباري معاك ويموديفي معاك ويعدل معاك ديك السكتشات. كتكون عندي فكره عاديه بحال نقول لك كيحييها. وكوتشينغ في الخشب هذا المسرح، الكوتشينغ في الطريقه ديال في ليماج ديالك كارتيست، في الافكار، في التوجه. طبعا زعما تحيه كبيره لديك السيد. هو من احد صناع يعني نجاح صلاح وفاتي هذا العام هذا، الجزء الثاني كان في خليه كتابه وشارك يعني ساهم بواحد الدور كبير انه هو في ديك النجاح هذاك ان توصلوا ديك السلسله صراحه الله. نعم، تحيه لخالد. تحيه لي وكل الناس بيشهدوا له بالجوده ديال الاعمال ديالو. تبارك الله عليك سي خالد، ان شاء الله يكون ضيفنا في شي حلقه باذن الله. على راسه والله. شوف زعما علاش مشيتي صادفتي ديك السيد هذاك بعد الضحك ما غيتقاداش في الاستوديو. يا ريت والله صراحة. يا ريت. احنا دائما بنحب يعني يكون ضيوفنا فرحانين ونفرحوا ايضا المستمعين اللي كيستمعوا لنا. الله يحفظك، شكرا. طيب سؤال احنا دائما بنشوفه انه في الكوميديا في المغرب
أغلبيتها رجال. نادر لما بنلاقي سيدة فعلا دمها خفيف وبتضحك. علاش في نظرك الرجال هم اللي مسيطرين يعني؟ سؤال نورمال وسقسيتي الراجل يعني خصني نجاوب في الوسط، نوقف في الوسط انا. جاوب. شوف عندنا حنان الفضيلي، عندنا كوميديانة خطيرة بزاف وكبرنا معها اللي سميتها حنان الفضيلي. كتجربة نسائية يعني في الدومين ديال الكوميديا. ايوه انا ما بقولش ما كاينش، بس مقارنة مع الرجال يعني نسبة النساء قليلة. يلا زيرتك دلوقتي، حتى الفكرة اللي كانت في بالك هتروح. صح. يعني بنشوفوا مثلا على الأصابع مثلا كاين كوميديات، ولكن ما بنلاقيش تخصصهم كوميديا. يعني بيكونوا بيمثلوا دراما، بيمثلوا حاجات أخرى، وبيجوا يمثلوا الكوميديا. مزيان. ليه ما فيش مثلا زي مثلا أضرب مثال بشيماء سيف في مصر. دايما عمرنا شفنا بتمثل شيماء سيف دور حزين بيعيط، دايما بتضحك ودايما ما يجيش معها اختصاصها هو ممكن لو عملت كده تضحكك في وسط الحزن تضحكك. ايوه يعني علاش ما كاينش هذا يعني الستات ما كاينش كوميديانه في المغرب؟ علاش هو نورمال زعما تينا ست يعني انا نورمال انا خصني نسقسيك علاش ما كاينش ستات؟ عشان الرجاله مسيطرين على كل حاجه. احنا مسيطرين كل حاجه ومش مديين ست ان هي تدخل. هذا نداء والله العظيم، نداء نقدر نستغلوا دابا، نداء مثلا اي بنت باغا تعمل كوميديا ولا شي حاجه. علاش بصح مرحبا يعني الدومين كيشمل كل شيء يعني. وحنايا عندنا ممثلات كيختاروا على انهم يمشوا معاهد باش يمثلوا جميع الادوار، سواء الكوميديا سواء الدراميه. صافي يسار طبعا كان من الناس اللي كانوا في الكوميديا طبعا، ودلوقتي رجع عمل درامي. عايز اسالك عن التجربه، كيف شفتي هذه التجربه ديال يسار؟ قول يلا جاوب. التجربه ديال يسار كان تجربه يعني هي مزيان ملي كنقولوا تجربه، حيت ملي كنقولوا التجربه هي قابله للنجاح وقابله للفشل. طبعا مزيانه هذه مزيانه. طيب وبعدين التجربه الكوميديه زعما ناجحه 100%. انا يعني كشخص عاد يعني بادي في الدومين وهذه ما نقدرش انني نحط رايي على واحد العمل متكامل خدموا فيه بزاف ديال الناس ونجي انا نحكم عليه يعني بواحد الحكم ونقول انا لا. انا ما سالتكش عن العمل قد ما سالتك عن اداء يسار في المسلسل. في المسلسل كدراما صراحه الاداء الدرامي، اداء الدرامي ماشي عباره عن دموع وصافي يعني، ولا صورته الكوميديه اللي في بالنا اثرت على نظرتنا ان احنا نشوف. هي من ناحيه، ولكن انا طرقت لك واحد الموضوع ديال الدراما. انا ملي كنتفرج الدراما المصريه مثلا، ممثل بلا ما يبكي، هو بلا ما يبكي بيعيطنا. انا يقدر يبكيني وهو ما يبكيش. أيوة. ماشي ضروري. احنا هذا المشكل عندنا في المغرب حاليا صراحه الله، ومع الوقت ان شاء الله يتبدل. خصنا الدراما ديال الموقف، يعني الموقف والحدث بحد ذاته ممكن يعطي يوصل للحزن واخا يكونوا ديك الناس يعني ما كيبكيو ما والو، بدون اوفر يعني احنا باقين عندنا ديك العقليه ديال القطرات، عرفتي ديك القطرات اللي كيعملوا باش نبان انا كنبكي باش ناثر الجمهور على شويه الموسيقى على هذه مساله اللي شفتها انا في العمل اللي هضرتي عليه دابا ديال يسار. بالنسبه للحزن انا ما وصلتليش الدراما بغض النظر انا مسيباري بزاف انه هو ككوميدي ممكن انه ما يوصليش الدراما، لا مسيباري هاد القضيه يعني كوميدي كنتفرج له وانا مبريباري راسي على انه هو كوميدي. ولكن ملي تجي الدراما عندها واحد قواعد اخرى. الدراما كتكمن يعني كاينه في الحوار، في الصوره، في الاداء الممثل، في التعابير الوجهيه، يعني هي واحد مجموعه الحاجات. يعني المشهد الواحد عشان يوصلنا شعور بيبقى فيه خدامين بزاف ديال الناس، المخرج، الكاتب، طبعا الفنان طبعا اللي الممثل اللي بيدي تعابير معينه، الموسيقى، التاثيرات الموسيقيه، كل شيء ماشي عباره عن يعني مثلا انا بدا نبكي ولا شي حاجه فراه انا لا المشهد برمته كامله بحال اللي كيقولوا يكون فيه كلمات مؤثره، فيه موقف مؤثر، فيه حدث مؤثر. واهم حاجه يكون حدث مؤثر. ماشي دابا مثلا عندي لقطه مع شي واحد مثلا في شي فيلم
يقول لي شي هضره، يقول لي مثلا شي حاجه جبد لي مثلا الوالده ولا شي حاجه، نبدا كنقول له مثلا الوالده ماتت علاش جبد لي. هذا بالنسبه لي انا ماشي حدث مؤثر، يعني ماشي حدث درامي. حدث درامي هو يكون كنتفرج مثلا سلسله وانا ما باغيش ديك الحدث يوقع ويوقع انا نتاثر. وصلت الفكره؟ وصلت، لان انا كل المسلسلات اللي بتفرجها بتوقع الاحداث اللي انا مش عايزاها توقع، ما باغياش توقع كتوقع. طيب لان الوقت دهمنا انس، ما سخيناش بيك، ولكن عايزين نعرف الجديد ديالك في عالم الفن، شنو كتوجد للجمهور؟ الجديد، شوف انا الحمد لله ديما كنخدم على راسي، سواء كانت فرص ولا ما كانتش فرصه، ديما الحمد لله كنخدم على راسي، كنكتب سكيتشات، كنبريباري، كنعدل دي بارودي هيدا في انستغرام، كيجوني افكار كنصاوبهم في انستغرام، يمكن تكون شي حاجه ماجه في الطريق في المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله شي حاجه مهم، شي حاجه مزيانه يا رب، شي حاجه مزيانه الحمد لله. مفاجاه للجمهور، مفاجاه للجمهور، مفاجاه لي انا مش هقول حاجه، ما اعرفش ولا حاجه. انا عندك ساعه نشوفوا الجمهور بلاد ان شاء الله. شكرا بزاف انس عدول على وجودك معنا. شكرا بزاف ليك بعدا، الله يبارك فيك. شكرا للطاقم التقني كامل. عبد الخالق كانينا شكرا على التصوير. متخلق شكرا بزاف، مختفي وراء الشاشه، جنود الخفاء. خفاء يعني خفاء يعني. فاطمه الزهراء شكرا. فاطمه الزهراء شكرا بزاف على هذا الجو، هذا الامبيونس هذه، وشكرا لك. تبارك الله عليك انس عدول. مستمعين الشكر الكبير كيبقى لكم على الاستماع والوفاء والحب ديالكم. هذه الحلقه كيمكن لكم تعاودوا تشوفوها ان شاء الله على صفحه الفيسبوك كاب راديو ماروك ان شاء الله. نتلاقاو غدا ابتداء من 8 ديال الصباح. تفكروا دائما باللي كلنا عائله واحده، وصباحكم مبروك.